ايه؟ وحشتوني قوي، يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو انا بالنسبه لي انا متحمسه له لان بحب النوعيه دي من الفيديوهات، ويا رب انتوا كمان تعجبكم. وهو ان هقضي اليوم كله باللون الازرق، فهتلاقوني لابسه ازرق في ازرق. بصوا جبت ضوافر برضو ازرق، هي دي اللي لقيتها ولزقتها. المره دي جبت الجلو بتاع الضوافر، وربنا يستر بقى ما تتخلعش زي المره اللي فاتت بتاعه العيد. ولابسه ازرق في ازرق، وحتى الشنطه زرقاء اهي، الشنطه زرقاء فيها ازرق. حاولت ان انا اللبس كله يبقى ازرق في ازرق. فان شاء الله باذن الله هنخرج نروح المول مع بعض، واي حاجه ينفع ان انا اعملها سواء اكل سواء شرب، اي حاجه باللون الازرق انا هعملها، وهبقى ان شاء الله قد التحدي. بس متهيألي يعني على فكره كمان بصوا الاي شادو، مش عارفه باين في الكاميرا ولا لا، بس الاي شادو اهو ازرق. حاولت ان انا اعمل ازرق في ازرق، اي حاجه فيها ازرق لبستها. او سبحان الله بالصدفه الغسول برضو اللي انا استخدمته النهارده باللون الازرق. ف ايه رأيكم تيجوا معايا في اليوم التحدي بتاع اللون الازرق ده، وتقولوا لي بقى في الاخر، يعني اخر التحدي كده بعد ما تتفرجوا على الفيديو، انا كسبت ولا لا. بس متهيألي كلبس وميك اب المفروض انتوا تدوني الفول مارك. فبعد ما نخرج بقى واشوف ايه اللي هعمله، انتوا تحكموا ان انا فعلا نجحت في التحدي ده ولا ما نجحتش. بس قبل ما نخرج ونعمل اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، ويلا بينا. قوي والساندوتش، وطبعا بطاطس عليها الصوص الازرق ده. هو تقريبا جبنه شيدر وحاطين عليها يعني ملونينها بالازرق، بس حلوه وكريمي كده، حلوه قوي. يعني اديله 9.5/10. بصوا الصراحه انا نفسي في ستاربكس قوي، يعني نفسي اشرب كارمل ماكياتو. هو التحدي باللون الازرق، بس انا هتصرف، تشوفوني هتصرف ازاي. ماشي، استنوا بقى. انا غيرت رايي وجبت وايت موكا عشان تبقى اسهل في اللي انا هعمله. بصوا بقى انا جبت ايه. وانا طالعه دخلت كارفور وجبت لون ازرق، عشان لو الحكايه اتأزمت معايا واحتجت ان انا اكل او اشرب حاجه مش نافعه وينفع تتلون الونها، ويبقى انا كده ماشيه في التحدي صح. يعني انا متهيألي ما عملتش حاجه غلط. بصوا
ان انا احطه على الوايت موكا، وهشوف بقى هيقلب لونه ايه. يعني غالبا المفروض ان هو يبقى لونه ازرق، فربنا يسهل بقى. انا جبت الوايت موكا. ده بيسموه القاتل. هتتفتح. خايفة. هنقلب دلوقتي ونشوف اللون هيبقى عامل ازاي. ان شاء الله يبقى ازرق. اصبروا بس كده. بصوا لونه محتاج يتزود عشان يبقى ازرق. ايه رايكم؟ بصوا اللون غالبا مش مؤثر على الطعم. حلو. مش عايزه تتقفل. بصوا الازرق. اياد بيقول لي ان هي قلبت اخضر. انا حاسه صدقوا ان هي معرفش بين الازرق والاخضر كده. يعني ما فيهاش مانع ان انا اغش شويه. بصوا عمالين من الصبح يوروا قدامي وياكلوا كل حاجه بكل الالوان، وانا لغايه دلوقتي مؤدبه. وبما ان انا يعني صريحه معاكم وما كذبتش، يعني انا صريحه وبقول لكم اهو ان انا يعني هنصب نصبايه صغيره. بصوا ممكن اخد قطمه من الكريسبي كريم دي. لغايه دلوقتي والله ما اخترعوها، فانا هغش في حاجه بس هاخد قطمتين كده يعني. كفايه. لما ابقى اروح البيت بقى يبقى التحدي خلص. يعني مجرد ما هروح البيت يبقى كده التحدي خلص، ولا كني عملت حاجه. ما بعملش اي حاجه من وراكم، كل حاجه بقولها انا صريحه بجد. على فكره في الحقيقه حتى انا ما بحبش الكذب، بحب ابقى صريحه. يعني دايما مش عارفه، بالنسبه لي اول حرصين تبقى في البني ادمين بعيدا بقى عن الهزار او اي حاجه. الكذب وحشه قوي قوي. اللي هو انتوا يعني مثلا اي حد بيكذب، يعني انت مش خايف من ربنا وخايف من اللي بتكذب عليه. يعني هي دي دايما فكرتي ومبدئي في الحياه. يعني المفروض اللي نخاف منه ربنا، فلو خدنا المبدأ ده في حياتنا مش هنكذب اصلا على اي حد. يعني مش هنخاف. دايما كنت اعمل اي حاجه كنت اروح على طول اقول لماما وبابا، حتى لو هيزعقوا لي بس اقول الصراحه. ومع اي حد، يعني مع اي حد. انا قلت لكم الصراحه، فعشان كده لازم تسامحوني بقى. والله سامحته. صدق، ما كذب علي، ما كذب. تعالي كده. بالي ازرقت شويه. بصوا بقى لونها تركواز. بقى لونها تركواز يعني. اخضر برضه. اياد بيقول ان هي لسه خضرة بس غمقت بقى. نشرب المشروب الازرق المخضر اللي مش باين له لون. خليها معايا في الشنطه، يمكن احتاج لها تاني بقى. بهدل الشنطه بحطها في الكيس. مش عملت صوابع. ان هو لونه عمال يغير، معرفش. والاي شادو اللي فوق عيني برضو بيخضر ولا ايه لما شربت. لونه ازرق اكتر من الاول. حتى لو انتوا شايفينه اخضر عدوها ازرق بقى. هو تقريبا اللون البيج، مع ان انا غيرت رايي بعد ما كنت هجيب كراميل ماكياتو، جبت وايت موكا بما ان ده بيبقى افتح فعشان يظبط يعني. بس برضو يعني قلب بخضار كده شويه. تعالوا بقى نشوف ايه اللي ممكن يتعمل تاني. يلا.
هوريكم اللي لونها ازرق، بما ان التحدي النهارده لونه ازرق. ده بلوفر خفيف كده لونه ازرق، بقيه الحاجه بقى بعدين، بس عشان النهارده التحدي الازرق فانا مش هوريكم حاجه غير كلها حاجات زرقاء بس. انا دلوقتي في كارفور، المفروض بقى خلاص والله العظيم انا مش قادره اتنفس، مش قادره اكل اي حاجه تاني، بس عشان التحدي يبقى صح شوف كده شويه حاجات ازرق حتى لو مش هاكلها دلوقتي عشان انا مش قادره، نجيبها وتعالوا بينا بقى نشوف هنجيب ايه. بصوا ممكن نجيب ده الM&M ده ازرق، حطه. فاونتي برضو ازرق ممكن يتجاب. دودو انت بتحب اللي بالاوريو ده برضو، الكادبري ده اللي فيه الاوريو ده لونه ازرق. اياد اللي جايب الترايدنت ده مش انا، يعني مش انا خالص، اي حاجه غير الازرق مش انا. بس دي لونها ازرق، عمري ما جربتها دي، مش عارفه هتطلع طعمها حلو ولا. في جبريل ازرق، في ايه ده؟ انا عمري ما جربت فيبا ده بس لونه ازرق، نجيبه. في تونة هي دولفين لونها ازرق، وفي سانشاين لونها ازرق، في ماريو دي برضو لونها ازرق، كاروهات مش ازرق، وفي كذا حاجة، في ايه بستاني. بس انا بقى اكتر حاجة بحبها السانشاين ازرق اهي، ناخد واحدة. الضوافر دي مش مخليني عارفه اتعامل. شوكو دي لايت ده برضو حلو بس ده لونه موف، ده مش ازرق ده موف، لا مش هينفع. اوريو ازرق اهو. الاوريو اللي انا بموت فيه، انا بحب الاوريو ده قوي قوي مع القهوه، بس ده لونه ازرق على موف، لونه ازرق على موف، يعني بالتالي ينفع، هو ينفع، ولو ما نفعش انفعه. ده الزبادي معظمهم ازرق، فخد يا دودو كده واحده من دي. انا متهيألي كل الحاجات اللي في العربيه هي لونها ازرق. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم، ويا رب اكون نجحت في التحدي ده، او قدرت التزم على قد ما اقدر، ما عدا طبعا الحكايه اللي انا اعترفت بيها وما كذبتش، قطمه الكريسبي كريم او القطمتين يعني بمعنى اصح. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه لو ما اشتركتوش، هتوحشوني قوي. باي باي.